بسم الله الرحمن الرحيم. منذ قليل انتهى ماتش الأهلي وسان داونز بنتيجة 5-2، ونتيجة مش معتادة، يعني مش متعود عليها النادي الأهلي. بس اللي أنا أقدر أقوله اللي هزم النادي الأهلي كولر، مش سان داونز. لأن أنا اتكلمت المباراة بتاعت سان داونز والأهلي. المدرب ما قراش المباراة، ما اتفرجش على المباراة، ما اتفرجش على فرقة سان داونز. ما شافش اللعيبة، ما شافش الصراعات، ما شافش اللعيبة المهارية، ما شافش الهجمة المرتدة بتتنقل ازاي من رجل لرجل، بيروحوا في ثانية، في مينيت زي ما بنقول كده للشناوي. قلت ده هيقرأ المباراة أكيد. في مباراة العودة برضو عمل كارثة، فتح الملعب، ساب سان داونز يلعب براحته. دي فرقة أنا يعني لازم تضيق المساحات عليها، لازم تلعب زون ديفنس كده، تلعب من نص. أنا قلت الأهلي بينقل كورة من رجل لرجل من نص الملعب، بيمتلكها، بيروح بيها، بيلاقوا بعض، الخطوط بتبقى متقاربة. النهاردة مفيش خطوط متقاربة، مفيش لاعيبة قريبة من بعض. فاتح الملعب خالص، فرقة زي كده. لا، ده انت تلعب على هدف. يمكن انا اتكلمت على جوزيه، كان معاه منتخب مصر، وكان ايامها ليبرو، وكان بيلعب ب5-4-1، كان بينقل الكرة من نص الملعب وبيطلع بيها. وكان بيأمن كل مباراة. انت عايز تاخد التلاتة بونت، أمن المباراة. النهارده تحس ان الكولر ما ركبش الطيارة اصلا من القاهرة، ما ركبش معاهم. مش ممكن، مش قاري افريقيا، مش فاهم اللعب ازاي، ما عارفش، مش عارف يلعب ازاي من اول يوم ما جاء النادي الاهلي. يمكن اسوأ مدرب من 10 سنين عدوا. انا اول مباراة شفته حتى في تغييراته غلط. فرقة زي كده أنا قلت تضيق عليها المساحات، بتلعب على الهجمة المرتدة. النادي الأهلي لو لعب على الهجمة المرتدة بيطلع بالمباراة. إنما أنت مش أنت ما شفتش لعيبة دي، أنت ما شفتش سان داونز بيلعب إزاي. ما أعتقدش إن اتفرجت عليهم مباراة. مش ممكن إنك تفتح مباراة زي كده. لاعيبة مهارية، لاعيبة سريعة، لاعيبة بتعمل وان تو، بتوصل صح في كورة بتتضرب بيها. بيلعبوها بكورة من نص الملعب، 2 1 2 بيوصل للجول. مش هقول لك بينقل الكرة بفتح الاطراف، بيلعب على الاطراف. اللعيبة سريعة، اللعيبة لاقية بعض. انت توهت اللعيبة. النهاردة كولر هو اللي توه اللعيبة. ماشي، اللعيبة واقعة، واللعيبة مش لاقية نفسها في الملعب، بس انت وقعت اللعيبة. انت لو مؤهلهم نفسيا ولاعب بتكتيك صح هتكسب. وانا قلت قبل كده، انت بتقسم المباراة، انت مقسمش، انت بتلعب على رتم واحد، يمكن انت آه لعيب سان داونز تاو تاو انت كنت مخليه سيء، في الماتشات اللي عدت، مخلي الجمهور كل شايفه سيء، انك انت كنت بتلعب راس حربة. طب ما انت لعبته مكان النهارده افضل لعيب في المباراتين، مش في الاهلي بس. انت لعبت ظرف، هو ظرف لما بيواجه اي لعيب وش للملعب، لعيب سريع، لعيب مهاري، لعيب بيروح، سواء لعبت ظرف يمين او شمال. انما انت كنت بتلعب راس حربة. اذا انت برضه مش فاهم اللعيبه ولا قاري اللعيبه. والقندوسي ما يبدأش المباراة، القندوسي ما يبدأش المباراة نهائي. يمكن أنا اتكلمت على عمرو السولية، إن لما يكون عندك قائد في الملعب دي بتريح المدرب بالمناسبة بنسبة كبيرة. عمرو السولية لما بيبدأ مباراة، بيبدأ تبص عليه تلاقيه بيوجه صح، بيحرك اللعيبة، بيزعج في اللعيبة، وطبعا بيزعج للصالح العام. فعمرو السولية غايب، مفيش لعيب بيكلم لعيب، مفيش لعيب بيتكلم في الملعب خالص. ف لا، كولر هو السبب في الهزيمة. كولر مش موجود. انت لو يمكن شفت محمد يوسف، هات حسام البدري،
اللاعيبه اللي قاريه افريقيا تاخد افريقيا بسهوله باي فرقه مع النادي الاهلي. مش هقول لك دي، لا، لو فرقه اقل من دي، لو مدرب زي كده هياخد افريقيا. لان طبيعي لازم تقرا المباراه، لازم اتفرجت على الفرقه دي. انت اتفرجت ازاي؟ انت اتفرجت غلط، انت اتفرجت غلط، انت لعبت لصالح سان داونز، اتفرجت غلط على المباراه. انا قلت هتقفل المباراه وهتلعب، هتنقل كرة من نص الملعب وهتلعب على الاطراف لا، ده انت بعد، انت الهدف الثالث اللي جه في النادي الاهلي جاي من نص الملعب، كرة اتلعبت بينية بين المساكين، حطها اعمل فاول. انت لاعب نص الملعب، اعمل فاول، عطل اللعب، ايه المشكلة؟ مفيش اي مشاكل لما تعطل الملعب. فلازم تكون في لعيبة برضو، يعني لعيبة دماغها شغالة، لعيبة اذكياء، لعيبة امتى تعطل الملعب، امتى تسرع الريتم. انما مفيش كده، 3-2، امسك كورة، امسك كرة في نص الملعب، القوا الكرة، هدي اللعب. لازم تهدي اللعب بعد 3-2 قدام لعيبة زي كده. انت هديت اللعب خلاص، امسك كرة في نص الملعب. عفوا، انقل كورة في نص الملعب. انما انت مفيش خالص، ما اتكلمتش خالص في الملعب، ما اتكلمتش نهائي وانت بره، انت واقف بتتفرج بس. فيعني الشناوي طبعا مش مركز. الشناوي اتلعبت لك يمكن من ميدان التحرير، اتلعبت لك وانت برضه مفيش تركيز. فالنادي الاهلي طبعا يعني حتى لو وقع مباراة فبيقدر يوقف على رجله تاني. انما سبب الهزيمة تاني وتالت اللي هو كولر، وجهة نظري كولر. و... وان شاء الله باذن الله نشوف الاهلي في حالة جيدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.